هندسه هندسه باشمهندس، مالك؟ اخبارك ايه؟ بقول لك ايه، جال خير بس دلوقتي. معلش الرجاله بتشوف شغلها. انت كده بتعمل العربيه دي ازاله؟ العربيه دي اتزالت كلها على الصاج زي ما احنا شايفين. بعد كده بنعمل لها عمليه الصنفره بالفرشه عشان بنسميها احنا مرحله التنكيل، وانا بسميها مرحله الغش. لا مرحله الغش ده موضوع تاني، ده هتفضل دي وجهه نظر ما بيني وما بينك. بص، في عربيات كتير قوي بيجي لك وخلاص بقى انت مستهدف بصراحه للناس اللي هي عايزه تقول على عربياتها فابريكا وما عملتش حوادث. خلينا واضحين وخلينا بنجيب من الاخر، خلينا صريحين مع بعض. تمام؟ ده حقيقي بيحصل. تمام؟ ان الناس بتجي لك عندها عربياتها سليمه ظاهريا، تمام، يجي عايز يبيع عربيته او هو ما بيقولش، بس هو في الاغلب بيبقى عايز يحافظ على عربيته عشان يتقال عليها فابريكا. تمام. انا بقى بشتغل ان هو بيحافظ على عربيته وعايزها فابريكا، ماليش دعوه انا بالنوايا. تمام. بص، العربيه دي حتى اثار المعجونه هي باينه. في انتقاد بيوجه ليك تقني في موضوع الازاله بتاعه البوهيه، تمام، والصاج بتاع العربيه. الانتقاد ومحتاج منك رد ضروري فيه بما يرضي الله، تمام، قبل اي حاجه ثانيه. تمام، مهما كانت النتائج بتاعتك. خلاص اوكي. بيقول لك ان انت لما تيجي تزيل البوهيه بالشكل دوت انت بتاثر على سمك الصاج، فبالتالي الصاج بيبقى ضعيف. والله هم بيقولوا كده. طيب، بس من كتر ما هو بيتقال بدات اطرح، وانا عارف اللي بيتقال كتير وساعات كتير قوي ما بيبقى صح. تمام. بس برضه وارد ان كلامهم يبقى صح، خصوصا اللي هو اتكرر كتير. هل الكلام ده وارد؟ يعني الصاج ممكن يتاثر بالازاله ولا لا؟ طيب خلينا نتكلم كلام علمي. في حاجات تحتمل اختلاف وجهات النظر، ومع احترامي في حاجات التقنيه في الشغل انا ما بقبلش ان يبقى فيها اختلاف وجهات نظر. حلو قوي. انا النهارده لما باجي اعمل الازاله، انا جيت جنب الصاج في ايه؟ انا مش جنب الصاج في حاجه. ما هو ده المنطق. حتى استخدامي للصنفره، انا بستخدم صنفره بنسميها صنفره ميته عشان بس انكل العربيه، ما اجيش جنب الصاج. تمام. لا انا مسخن في الصاج، ولا انا حارق بانبوبه بوتاجاز وبعمل تبريد بالميه، ولا الكلام ده كله. تمام. لا انا معاك ان هو ياثر على الصلابه يعني بتاعه الصاج، ياثر على الصلابه. طبعا يبقى جزء من كلامهم كده مظبوط. ليه بقى؟ لان اللي بيحصل ايه؟ انت النهارده وانت شغال وبتاع بيشتغل بالبله، بيحصل تنفيخ في الصاج، الصاج بيقفع، خلينا نقولها بالبلدي. طيب تمام. لكن احنا هنا بنستخدم مواد معموله ومصنعه، تمام، لازاله الدهانات. وان شاء الله قريب هيبقى في مكنه اصلا مخصصه كده تتحط العربيه، بترجع لي كده بمواد بمكنه. شكلك كده مش عايز تقول مش هقول بالظبط، مش هقول خليها خليها كده. لكن احنا دلوقتي بنستخدم مواد. البتاع ده الصاروخ دوت ما اعرفش دي فرشه. لا دي فرشه تنظيف. هل دي فرشه تنظيف خالص؟ دي فرشه تنظيف مش واخده اي حاجه من السماكه. اصل هي فرشه بالظبط. في الاخر هي بتشيل ايه؟ بتشيل بوهيه. ادي مكان لا هنا هو ده بقى. هنا السوء اللي ايه، سوء الفهم في الناس بتشوفه بتقول اي حاجه ثانيه. لا بص يا استاذ احمد، انا البويه نفسها بشيلها بماده ازاله، ماده مخصصه للازاله. شفناها في فيديو الجيب المشهور قوي ده. دي بقى بعد كده اهو، دي اثار معجون. تمام. دي اللي انا بشيلها بالفرشه. اثار ماليش دعوه بالصاج خالص. انا بنكل العربيه عشان ابتدي اعمل لها عمليه التطريق. تمام. نبتدي نطرق العربيه وبعد كده نحط. يعني اذا الستبس اللي انت بتاخدها دي، الخطوات اللي انت بتاخدها كلها ملهاش علاقه او لا تؤثر بصلابه الصاج ولا في السيجمنت نفسه بتاع الصاج. عادي يعني الصاج اهو، الصاج اهو قوي يا جماعه، اهو الصاج اهو ناشف اهو، ما بيبصش خالص من الكلام ده خالص. احنا عمرنا ما هنعمل حاجه تاذي الناس ابدا، ولا يعني احنا هنتاجر ان احنا نبقى كويسين او ان احنا نبقى مشاهير على حساب امن وسلامه قائد المركبه يعني. يعني الكلام اللي هم بيقولوه كده في سكونيا. تمام. تعالى بس هوريك حاجه صغيره هنا. تعالوا بصوا يا جماعه، العربيه دي فيها حادث من هنا. بص زي ما انت شايف التكسير عامل ازاي، وشغل نحاس قديم اهو. ايوه ده اللي كان شغال فيها قبل كده. العتبه كان خارجها بدايه. احنا اهو عملنا فرمه للعتبه ديت، وهوريك العربيه دي بعد العتبه ما تركب، ولا اظن كان فيها اي حاجه. ودي مش حاجه جوهريه اصلا عشان تقعد تقول لي لا الجوهريه. مش وقت جوهري. ما طالما ما شفتش شغلك في حته جوهريه مش هتكلم على الاجزاء الجوهريه. الماده 17 ووجع قلبها بالظبط، والمشاكل اللي هي عاملاها. شكرا هندسه وكتر خيرك، ربنا يستر طريقكم جميعا. السلام عليكم.